اول ما يوصف لك المكان هتقول له احلى مسا عليك غرفه نصيبه. عليكم يا رجاله. يلا غرفه نصيبه، شوفوا انتوا رايحين فين. بس واحد ماشي في الشارع وهوبا تقوم ساكه على قفاه على طول كده، على طول من دون اي سبب. ازيك يا بلف، عامل ايه يالا؟ تاني حاجه ليك يا عمر، فلو تقدر تمام يلا. هتروح لواحد تقول له بعد اذنك محتاج بس واحد لطعي يتجوز مرات عشان يردها. لك محتاج واحد بقى بس زيك، بس ان انا محتاج مرات عشان اردها بس. ايه؟ تروح لواحد سايس بتاع عربيات، تمام؟ حلو. وتقول له سيبنا استاذن جنبك. بالله عليك عايزين ندورها يا رب، يا رب ارزق، يا رب ارزقها بالحلال والنبي يا رب. تحاول. هو انا لابس طرحه يا استاذه؟ بس اهو انا لسه عليه. خلاص بص نسينا. يلا انا ماشي. يا نهار انت عايز لك يا اسطى زعلة. يا بسألك. احب اقول لك من الاخر، صياد وعمر بيقدم لك محتوى فاخر. فيديو جديد كل اثنين وخميس الساعة 9. فكرة فيديو النهاردة لو تقدر من غير كلام كتير ما تنساش اللايك والشير عشان ما نقعش، ويلا بينا نشوف الفيديو. اول حاجة ليك يا صياد لو تقدر اشجيني. بص، هتوقف واحد في الشارع، تمام؟ حلو. هتقول له عايز اروح مول طنطا. حلو. شوف لك مكان، تمام؟ حلو. مول طنطا قشطه. تمام. حلو الكلام. مش اي حاجة خالص اهي. حلو. تمام. اول ما يوصف لك المكان هتقول له احلى مسا عليك غرفة نصيبه. اقول له احلى مسا عليك غرفه نصيبه بعد ما يوصف لي المكان. على طول. والله لو ضربنا حقه هتقدر طبعا نقدر، ويلا نشوف. لو سمعت يا رجاله، بس بعد اذنكم، لو سمعت يا رجاله، لا مؤاخذه يا رجاله، عاملين ايه؟ اخباركم ايه؟ كله تمام؟ لا مؤاخذه يا رجاله، بعد اذنك بس ممكن تعرفني بس اروح مول طنطا منين؟ مول طنطا يا زميلي. مول طنطا. انت ممكن تركب موقف. حلو. بالك اركب الموقف من هنا صح؟ طوالي. حلو. وانزل فين بقى بعد الموقف؟ هتركب بقى، تروح تمشي طوال وتركب المول. يعني انزل الموقف تركب المول وانزل اركب المول. احلى مسا عليكم يا رجاله. يلا غرفه نصيبه، شوفوا انتوا رايحين فين. بس يابا غرفه نصيبه دي. خلاص يا بقى، احلى مسا عليكم غرفه نصيبه، شوفوا انت رايح فين. لا يا عم، غرفه نصيبه دي فيها يا رجاله، فيها يا رجاله. حلوه. ماشي يا عم، ماشي يا عم، ثواني بس ما تزومش عليا بوشك، ثانيه واحده. ما تزومش ايه يا عم؟ ماشي يا عم، انت وصفت لي المكان يا عم، احلى مسا عليك. غرفه نصيبه. ماشي يا عم، احلى مسا عليك. انت قلت لي مول طنطا منين؟ شكرا بقى، غرفه نصيبه. لا يا انت رايح عم، فين؟ اسمها غرفه نصيبه، تمديش ايدك. طيب يا عم ما اديتش ايديا، يعني ايه ده اهي. يلا اتفضل غرفه نصيبه، اتفضل. اسمها غرفه نصيبه بعد اذنك. ماشي يا عم، انا ما بقولش حاجه غلط يا عم. اتفضل بعيد، هو في حاجه اسمها غرفه نصيبه؟ اسمها اتفضل بعيد. ماشي اتفضل غرفه نصيبه بعيد. لا ما فيش حاجه اسمها كده بعيد عشان ما تعملهاش. ماشي يا عم، انا ما بقولكش حاجه غلط يا عم، لا اله الا الله محمد رسول الله حبيبي، عشان ما تزعلش اللي انت بتعمله كده. يا عم. انا قلت حاجه غلط، انا بقول لك يا عم غرفه نصيبه. لا يا عم، ما فيش حاجه اسمها غرفه نصيبه، اتكلم حلو. يابا احلى مسا عليا. شكرا. احلى مسا عليكم يا رجاله. ماشي اتفضل، شوف انت رايح فين. طب بص هقول صلي على النبي. هقول على حاجه حلوه، تمام؟ بتعرف ترقص؟ ايدك يا اسطى زعلة. بسألك بس، بتعرف ترقص؟ لا ما بنعرف. انت ترقص؟ انا ما بعرفش ارقص. يا عم بسألك يا عم، لو انت بتعرف ترقص خلاص يا عم، لو ما بتعرفش ترقص عادي يا عم، احلى مسا عليك. بتكلم ايه؟ خلاص يا عم، اتفضل يا اسطى، اتفضل. انا اسف. تعلي الصوت. خلاص يا عم، احلى مسا عليك يا عم. طب بص هقول لك. بص انا بهزر معاك. بص انا اسف الاول، والله العظيم انت اسمع. بص ناحيه الشجره اللي هناك ديت بصراحه زي فكره مقلب على اليوتيوب والله وهي فكره من التعليقات والله العظيم. حقك عليا، انا اسف. بالله عليك ما زعلان؟ لا زعلان. طب عادي بقى الفيديو زي ده ينزل يا اسطى. خلصانه. احلى مسا عليكم يا رجاله. اول حاجه ليك يا عمر، في لو تقدر. بص يا معلم، هتخلي واحد ماشي في الشارع وهوبا تقوم ساكه على قفاه على طول كده، على طول من دون اي سبب. اول لما يلف لك قول له لا مؤاخذه يا صاحبي، افتكرتك واحد صاحبي. واخده صاحبي ده انا هاكل على بنت كلب. تقدر ولا مش هتقدر؟ هتجلي يا اسطى اكيد. طب يلا شوف الفيديو. ازيك يا بلف، عامل ايه يالا؟ لا معلش يا صاحبي، والله كنت فكرتك يا زعتر والله. فكرتك زعتر حنكش. فكرتك زعتر حنكش يا اسطى. هو انت مش زعتر برضه؟ يا اسطى فكرتك زعتر فين؟ يا اسطى فكرتك زعتر ايه؟ مش انت زعتر برضه؟ يا فينك يالا؟ وحشني يالا يا اسطى. فكر ايه يا اسطى؟ ليه بس خد منك في ايه؟ ايه يا اسطى في ايه؟ مفيش. فكرتك بس زعتر مؤاخذة صح؟ مش انت زعتر حنكش؟ لا يا اسطى مش زعتر حنكش. اما انت مين؟ انا الباد يا اسطى. يعني انت مش زعتر؟ لا يا اسطى مش زعتر. طب يلا شوف انت رايح فين، غرفة نصيب. يلا يا عم غرفة داهية. غور يا عم، ولا بلف، انا مش بكلمك يلا. خد يلا.
ايه يا ابني عايز ايه؟ يلا شوف انت رايح فين. يلا يا ابو غرفه ده، يلا يا عم غرفه ده يا عم. يلا يا عم اشكال على المثل يا عم، مش ناقصاك يا عم. ليه عايز ايه يابا؟ عايز ايه؟ نعم يا حبيبي. انت مالك فين؟ مفيش، مش انت متزحتر؟ انت مش انت متزحتر؟ انت تعبان. انت متزحتر؟ انت تعبان. رد عليا بس، انا بسألك سؤال. لا يابا انت متزحتر؟ طب يلا شوف انت متزحتر. رايح فين. يلا غرفه ده، غرفه نسيبها يا عم. اشكال على المثل يا عم، غرفه ده. بصور والله بصور. مقلب والله على اليوتيوب. صور ايه يابا؟ والله بتصور بس مقلب، فكره فيديو بس على مقلب يا عم اليوتيوب. مش كده. فكره مقلب على اليوتيوب، معلش لا مؤاخذه. صح لا مؤاخذه والله صح. كده والله. حبيبي مقلب بس على اليوتيوب. فكره لا مؤاخذه صح. خلصان مافن ده يتزعق. ازاي يا بقى؟ خلصان يا حبيبي. تاني حاجه ليك يا صياد في لو تقدر اشجيني. هتروح لواحد سايس بتاع عربيات، تمام؟ حلو. وتقول له سيبنا استاذن جنبك، حلو تمام؟ وتشوف ردة فعله تبقى عامله ازاي. وانت اتعامل بقى بطريقتك. واحد سايس بتاع عربيات اللي بيمسح على العربيات في الشارع. اللي بيمسح عربيات في الشارع. طب افرض بقى ضربني ولا عورني بجزمه في وشي. انت هتقدر؟ ها؟ هو احنا نقدر، بس هو ممكن يضربني. ماليش فيه، انا قلت لك ده تحدي يا باشا. طبعا نقدر، ويلا نشوف. يلا بينا. يا رب ارزقها بالحلال والنبي يا رب. يا رب اجيب بامبز للعيال. السلام عليكم. مساء الفل يا صاحبي. مساء الفل يا ريس. رايح فين يابا؟ عامل ايه؟ رايح فين؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ انت السايس اللي هنا؟ ايوه يابا. هسترزق معاك لان بص البنت عايزه بامبز مقاس 5 يابا احنا بنروح تراب والله. شوف لك يابا اي حته ثانيه بعد اذنك. يابا بعد اذنك انا هقف اشتغل استرزق زيك يا يابا بعد عم. اذنك عشان خاطري روح شوف لك اي حته ثانيه. في ايه يا عم؟ هنشتغل كلها على الله. يا رب ارزقنا والنبي يا رب بالحلال يا رب. عندنا جوز عيله يا صاحبي. ماشي يا عم، انا عندي برضه عيل برضه. جوز عيال. دلوقتي يا باشا عندك ايه المشكله؟ المشكله اللي احنا عندنا جوز عيال. حلو. ماشي واقفين ماشي عشان اللي تشتغل. احنا- ايوه. حلو. انا بقى عايز اشتغل زيك يعني. انا يعني والله هدورها مخدرات وارتاح. شوف لك حته ثانيه. طب ماشي يا عم سيبنا اشتغل. احنا اللي بنبيع مخدرات يعني. يا عم بالله عليك سيبنا يا بس صاحبي بعد ترزق. اذنك اي حته ثانيه بعد اذنك. يا صاحبي بالله عليك. بعد اذن كلها معلك ترزق. يا ريس. بعد اذن يا صاحبي معلك. اخر لما اسوق ادورها مخدرات. بعد اذن معلك شوف لك حته ثانيه. خلاص يا عم ماشي يا عم، انا اشوف لي برزقت انا في حته ثانيه يا عم. اصلح حالك. والله العظيم كانت بالنص يا عم. ماشي يا عم. خلاص يا عم انا سبت لك العربيه الثانيه اهي. ثانيه يا صاحبي بعد سبت لك العربيه الثانيه عشان اشتغل اهي. يا عم بالله عليك عايزين نشتغل بالحلال بالله عليك. يا صاحبي طب بص هجيب جردل وامسك الكاوتشات لا بس. بعد اذنك يا صاحبي. بالله عليك بالله عليك عايزين ندورها يا رب. يا رب ارزق، يا رب ارزقها بالحلال والنبي يا رب. يا صاحبي والنبي يا صاحبي سيب يا عم سيبنا ادورها بالحلال يا عم. والله هشتغل مخدرات اخر لما ازهق. زهقت من الدنيا يا جدع انت حتة مراتي تانية. بص بتعاملني اوسخ معامله. معلش. يا عم سيبنا ادورها بالحلال بالله عليك. يا عم سيبني ادورها بالحلال. حته ثانيه. يعني انت يا باشا مش عايز تشتغل معاك؟ حته ثانيه قدام يا باشا. يابا احلى مسا عليك، احلى مسا عليك. انا هشوف مرزقتي في حته ثانيه. بعد إذنك. جايب الفود قديم من واحد بتاع عربيه. قدام يا باشا. عم ألف شكر. هنسترزق ألف شكر. ونعمل ألف شكر اللي يا احنا باشا. عاوزينه. ألف شكر. نبيع مخدرات نبيع اي حاجه بقى. ألف شكر. تسلم تانية. ذوقك. ألف شكر. تسلم ذوقك. ما اشوفكش هنا تاني بعد اذنك. يعني انت مش عايز تشوفني بعد هنا؟ اذنك ما اشوفكش هنا. اتفضل على الله في اي حته ثانيه. يا عم احلى مسا عليك. خلصان احلى مسا عليك. خلاص بص اهو بصور. يا صاحبي الصور يا صاحبي. صحة العربية لكن بصور معاك زي بصور معاك مقلب على اليوتيوب. احلى مسا عليك يا نجم. اكيد يعني ده مش شبه واحد داخل يسرق. الله يصلح حالك وعينك يا رب. اهم حاجة انت مش زعلان بالله عليك. عادي بقى اللي فيديو زي ده ينزل. كله تمام. احلى مسا عليك، ربنا يعينك يا رب. الف شكر. سلام عليكم. تاني حاجه ليك يا عمر، فلو تقدر هتروح لواحد تقول له بعد اذنك محتاج بس واحد لطح يتجوز مراتي عشان اردها. يا نهار اسود. ممكن ولا مش ممكن؟ قول له بعد اذنك تعالى بس يا لطح كده، انا عايزك تتجوز مراتي عشان اردها على طول كده. لطح على طول، ولا ما تخافش منه ولا. افرض ضربني يا اسطى هتعمل ايه؟ بره عني تلحقني؟ بره عني. تقدر ولا مش هتقدر؟ يا عم ان شاء الله نقدر يابا. يلا بينا نقدر، يلا بينا. نشوف الفيديو. سمحت بس يا صاحبي. يا حبيبي ازيك يا صاحبي؟ عامل ايه؟ انت منين؟ من هنا من طنطا؟ منين من طنطا؟ طب ماشي، اخوك بس مزنوق في خدمه بس صغيره، ماشي؟ ممكن تعملها لي بس؟ ماشي. يعني خدمه حلوه خالص، ما فيش اي حاجه. كنت محتاج بس واحد بقى في زيك بس ان هو ايه يتجوز مرات عشان اردها. ايه؟ بقول لك محتاج واحد بقى في بس زيك بس ان انا محتاج مرات عشان اردها بس. ايه؟ اظبط حالك يا عم. ايه يا عم انا بكلمك اهو طبيعي يا صاحبي. طب ايه يا عم انت مجنون ولا ايه؟ هي في ايه بس؟
بص اسمعني بقول لك انا محتاج بس واحد بقى في زيك هيجي بس يتجوز مراتي عشان اردها. خد تعال خد بس اتكلم معايا. ايه يا عم هو يا عم ايه يا عم انت عبيط ولا ايه؟ هي فيها حاجه؟ عرفنا يا كابتن. بص يا صاحبي ثواني بس انت بعد اذنك ماشي عرفني ايه؟ انت عرفنا احنا نشاهد بس الراجل ده نشاهد الراجل. بص يا صاحبي انا بقول له بس محتاج واحد بقى في ماشي يتجوز مراتي عشان اردها. محتاج واحد بقى في يتجوز مراتي عشان اردها. فيها حاجه؟ ليه بس كده يا صاحبي انا غلطت فيك؟ انا مش صح كده يا صاحبي؟ الراجل ده عايز اقول لك حاجه. ما انا مش عارف انت بقول لك ايه يا عم بس استنى بس يا رجاله هقول لكم حاجه بس هم تبعك دول هم تبعك يا نهار انت عايز تجوز مراتك؟ اهو ربنا ثلاثة لازم مع بعض ثلاثة. يا جدع تعالى بس والله بصور مش صور ايه؟ والله مال نصور مال على اليوتيوب ماشي. انا ما اعرفش ان الرجاله تبعك يا عم ماشي. نصور الرجاله مال ماشي مالك بس فكره مالك. عاوزتوا بقى شاي قهوه نسكافيه؟ مش زعلانين يعني؟ هينزل بكره ان شاء الله الساعه 9 بالليل 9 بالليل على اليوتيوب وش مالي وش مالك؟ وش مش زعلانين المفروض ان ده يتذاع زيها يا عم خلي الناس تفهم. ماشي يا صاحبي. حاجه بقى تعالى على الكرفان ده. ما ردش قلبي جواب لو سمعت والنبي يا باشمهندس استاذه بعد اذنك بس دقيقه واحده معلش. ثانيه بص هقول لك ثانيه واحده والله. طب دقيقه بس والله عايز. طب هقول لك ثانيه واحده ثانيه واحده يا استاذه. هو في ايه؟ يحاول هو انا لابس طرحه يا استاذه. ماشي اللي ما تعاملنيش كده. طب وايه؟ خدينا على قد عالي. طب ماشي ما هو انا يعني عشان خاطر لابس جاكيت طب ماشي. الجو بيسقع بالليل. طب في ايه عايز ايه؟ يعني انا مش عارف ايه الفرق ما بين مفيش فرق طب في ايه؟ صراحه تمام. انا نازل النهارده حلو الكلام. اطلب من اي بنوته في الشارع رقم تليفونها مقابل يا ست 125 جنيه. وده اللي مش عارف ايه؟ وده ليه؟ مفيش بس يعني انا عايز رقم تليفونك مقابل 125. لا طبعا يا ست فكري بس فكري في الموضوع. لا امسك. طبعا لا. طب ليه يا حول يا استاذه ما تفكري في الموضوع ده 150 جنيه بالدنيا. 150 جنيه دول يعني يا يعني الكرتون البيض بقى ب 75 جنيه. طب خليهم طب ماشي هديلك الفلوس اهي مقابل انك تدي رقم تليفونك. تفكري في الموضوع يا استاذه. انا بقول لكيش هو انا بقول لك حاجه غلط. ايه اللي هو الغلط في كده؟ انت عايز ايه بس دلوقتي؟ انا بقول لحضرتك تمام رقم تليفونك مقابل يا ستي يا ست خد يا ابني اقعد يا ابني انت 300 جنيه اهو. شويه. لا طب ليه؟ هو كده استرجل. على فكره يا استاذ انا مش لابس طرح عشان تقولي استرجل. وعلى فكره بقى انا اسمي حشمت يعني احترميني. لا مش هحترم. ليه يعني؟ هو كنت مين يعني عشان احترم؟ انا اسمي احمد حشمت. طب اعمل لك ايه؟ طب ماشي يا استاذ انا بقول لك حاجه غلط. ايوه ايه اللي غلط في كده؟ طب انت عايز ايه؟ ماشي انا بقول لك يا ست عرض وطلب وبعدين يعني يا ست لو لقيتيني رخمت عليكي اعملي لي حظ وفي مشكله انا امسح. مش عارف في ايه. بيقول لي اخد رقمك مجرد اللي هو 150. بيقول لي عايز رقمك مجرد 150 جنيه. احمد عادي يا ده ولا إيه؟ استاذه لا مش عادي. الشباب اليومين دول يعني ما شاء الله عادي عطشان. يعني. يا فيها يا انت استاذ. هو يعني. يا استاذه فيها يا عادي يا استاذ. أستاذ. طب 150 طيب. بص، أول طب 200. طب بص هقول. ثانية صلي على النبي هقول لك على حاجه شايفه يعني ان ده حاجه تزعلك. طب اقول لك على حاجه يا استاذ قول احنا لي. هنخليهم 250. انت اهبل يلا انت وهو. 250 يا استاذ. يلا انا ماشي يلا استرجل شويه. استرجل شويه. ايه انا شايفها انا مش شايفه الشنب ولا ايه؟ وريني كده. بص طب بص كنت هزر معاك. بص صلي على النبي. طب تعالي كده دقيقه تعالي بس عشان الكاميرا. بص احنا هنصور معاك زي فكره مقلب عليك. مفيش حد طبيعي يعني في الشارع. تعالي كده بس عشان الكاميرا سنة. مفيش حد طبيعي يعني ايه هيوقفك ويقول لي خد الفلوس مقابل ولا 200 يعني ولا 1000 جنيه. وده يثبت لك ان ممكن في البنات حاله واحده بس يعني توافقي اللي هو تاخدي الفلوس وتعملي بلوك مثلا. لو موافقه ماشي معاك بس ما نكونش ايه رخمنا. انزل عادي. ايوه عادي. تعال دول السلام عليكم. خلاص كده يا صاحبي خلصنا فيديو النهارده. شكرا بجد ليك انك كملت الفيديو لحد دلوقتي. اي فكره انزل اكتبها تحت في الكومنتات واحنا نطبق لك الفيديو الجاي. لو كان الفيديو عجبك يا ريت تقول لي رايك عشان بص الدنيا ضلمت وتسوحنا النهارده في فيديو النهارده. نشوفكم الفيديو الجاي. سلام. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناه وادفع خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.